السلام عليكم حبايبي الحلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم الفول النابت وكمان فتة الفول النابت. زي ما انتوا شايفين كده الصور بتتكلم عن نفسها. لو عجبتكم ما تنسوش تصلوا على النبي، ويلا بينا اقولكم هنا كل المقادير بتاعتنا. دي مقادير الفول النابت غير مقادير الفتة. بس حابه اقول لكم حاجه، دي الاكله المحبه جدا عند الصعايده ومعروفه عند المصريين. في ناس برضو كتير تعرفها وفي ناس برضو كتير ما تعرفهاش. اللي عارفها مجربها وعارف طعمها، واللي ما عرفهاش برضو يجربها معانا ويقول لي ايه رايه. حلوه جدا وبتدفي كتير قوي في الشتاء. جيت النهارده اعملها لكم بطريقه ام ربنا يخليها لي يحفظها يا رب، زي ما هي معلماها لينا. زي ما هي معودها لينا على طول. هنا معايا نص كيلو من الفول النابت، وهنا معايا بصلايه، هنا معايا ليمون مقطع. بصوا هنا بقى من اسرار الفول النابت ان هي عشان شوربه الفول النابت ما تغمقش معانا، لازم الميه بتكون بتغلي قوي. في ناس بتحطها والميه طبعا بتكون بارده، فبتشتكي طبعا ان هي الشوربه بتاعتها بتغمق. لا، لازم الشوربه تغلي بعد كده ننزل عليها بالفول النابت. ما ينفعش الشوربه بارده خالص. هنا بعد الميه ما غليت معايا هنزل بالفول. هجيب كمان بصلايه. هجيب ليمون مقطعه. دول اول حاجه نحطهم مع بعض. يلا بينا نعمل طشة فول النابت. هجيب طاسة على النار، هجيب فيها معلقه زبده، تسخن الزبده معايا، وهنزل بها بمعلقه توم. هقلب كده. انا عندي التوم هنا مخزناه، مش توم فريش. احنا يا جماعه من الناس اللي بتحب تعمل طشه لفول النابت، في ناس ما بتحبش خالص، في ناس بتكتفي بس بالبصل والليمون، في ناس برضو بتحب تحط توم اخضر. احنا ما بنحبش كده. كده بعد ما التوم صفر معانا هننزل بيه على الشوربه زي ما انتوا شايفين كده، واسيبها تغلي كويس كده. بعد ما نزلت بالطشه بتاعتي قبل ما اغطي عليه هجيب معلقتين من الكمون. مش هحط ملح دلوقتي خالص عشان الملح هيخليه يطول شويه في السوا. كده حطيت المعلقتين الكمون، هما اللي بيديك نفس الطعم بتاع الفول النابت والريحه كمان. هسيبه كده يغلي مع بعضه واغطيه. يلا بينا نعمل الطش. جبت طاسه على النار، سخنتها، جبت معلقه زبده او سمنه عادي. نجيب معلقه توم، انا من الناس اللي بحب الفته، اذا كده كانت بدأت فتة الفول تصفر او معايا. فتة اللحمه انا بحبها بالثوم، ما بحبهاش بصراحه بالبصل. الفرق بين دي ودي ان بالبصل تقيله شويه. هنا في انا ناس كنت بتحب ضربة كده وفي طماطم ناس في بتحب الخلاط، كده. ضربة 4 طماطمات.
في ناس برضو بتحب تصفي الطماطم من القشر، ومعايا 4 معالق خل. في ناس برضو بتحط معلقتين 3 صلصة طماطم. كده بعد ما قلبت كويس هسيب الطماطم تتسبك معايا. كده بعد الصلصة اتسبكت معايا هجيب معلقة من الملح، وهجيب معلقة فلفل اسود، وهجيب كمان معلقة من الكزبرة. كل حاجة نص نص، مش معلقة كاملة، نص معلقة. عشان بصراحة بحب البهارات فيها كده جامدة اوي. واكيد طبعا معلقة من الكمون. انا من الناس اللي بحب البهارات فيها كتير بصراحة، وساعات كمان بزودها شطة. جبت هنا العيش بتاعي بعد ما قطعته زي ما انتوا شايفين كده مقطعاه. ندخل بقى بالتين معلقة سمنة البلدي، لازم السمنة البلدي عندنا في اي اكل، ده حاجة اساسية بصراحة. هقلب فيها العيش. انا من الناس اللي بحب بحمص العيش على الطاسة على النار بمعلقة سمنة بلدي او معلقة زبدة. في ناس بتحب تدخل الفرن على طول وتحط على الفتة، بس انا بحب احمصه. نقلبه كده بيبقى طعمه مقرمش وريحة السمنة حلوة قوي فيه، بيبقى اطعم بكتير. جربوها وقولوا لي رأيكم. كده بعد ما قلبته بصوا كده شكله ولونه كمان. شكله ولونه كفاية. هنا كان معايا رز، كان عندي رز قبل ما اعمل الفتة كان عندي وكده. رز هنا من بدري قبل قبل اصلا ما اعمل اعمل كمان الفول النبت النابت وكده. كنت عاملاه في العصر وكده، فقلت هكمل بيه. رز ابيض فقلت اعمل. وهنا جبت معايا طاسة على نضيف النار. معلقه تاني سمنه بلدي. بعد ما خلصت الفول النابت هعمل الطشة بتاعته برضو بمعلقة سمنة بلدي. في ناس هتقولي ما انت طشيتيه في الاول هتطشيه تاني ليه؟ لا احنا بنحبه كده، وجربوه هتلاقوه احلى بكتير وريحته كمان احلى وهتعجبكم. بصوا ده شكل الفول، هنزل بيه كده على الطشة. شايفين شكل الشوربة ولا غمقت ولا اي حاجة؟ هوريكم كمان شكل الفول هو مستوي وحلو قوي من جوه، والفول قاعد فاتح زي ما هو برضو مغمقش معايا. ودي الشوربة بتاعته. اللي حابب طشة براحته واللي مش حابب برضو براحته، كل واحد وليه طريقة، بس احنا بنحبه كده زي ما علمتني. ده كده الشكل النهائي للفتة والفول معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه.
طبعا الفول النابت والفتة بتتكلم عن نفسيها، زي ما انتوا شايفين الفول كده، وشربته حلوة قوي ولونها كمان احلى، والفتة كمان جامدة قوي. جربوها، انا امبارح جربتها عشان انا منزله لكم الفيديو. انا كنت عامله امبارح بس منزله الفيديو النهارده. يا رب الفيديو كان عجبكم استفدتوا منه، وجربوه وقولوا لي رايكم. والله اللي ما جربش الفته فاتوا كتير قوي. بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تعملوا لي كومنت كده حلو زيكم. ورق الفته طعمها وريحتها حكايه، والفول كده بيتكلم عن نفسه. شكله كمان احلى. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا كومنتات كتير، وقولوا لي حابين اعمل لكم ايه تاني. ولا الفته جربوها وقولوا لي رايكم. اللي ما جربش الفته فاتوا كتير قوي والله العظيم. واستنوني ان شاء الله فيديو تاني جديد.